انا احمد، وده فيديو من فيديوهات معلومات طبيه سريعه. تعالى نتكلم ازاي نقرا سي بي سي صوره تم الكلى بشكل بسيط جدا. اولا سي بي سي اختصار لكلمه كومبليت بلاك كاونت. اول حاجه ببص عليها تحليل وهي الوايت بلاد سيلز، دي الخلايا المناعيه بتاعتي او الجهاز المناعي بتاعي جوه الجسم. النورمال رينج بتاعها من 4000 ل 11000. طب لو زاد عن 11000 معنى كده ان في عدوى او التهاب في الجسم. لو قل عن 4000 معنى كده ان في ضعف مناعي او في فيروس في الجسم. تاني حاجه وهي الار بي سيز، وديت مهمه جدا ان نقل الاكسجين. طبعا بتنقل اكسجين من الرئتين لباقي الجسم. نورمال رينج هنا مديني رينج واحد، والحقيقه ان هو في رينجين الار بي سيز، في ميل وفي فيميل. الميل من 4 و7 ل 6.1، انما الفيميل من 4 و2 ل 5 و4. دايما الفيميل تلاقيها اقل من الميل في الرينج دي. طب انا لو الرينج ده عندي اعلى من الرينج الطبيعي ده، انا ممكن يكون عندي جفاف او في امراض مزمنه، او لو قليل فممكن يكون في انيميا. ثالث حاجه وهي الهيموجلوبين، وده من الحاجات المهمه اللي بركز عليها في التحليل. وده برضه هو مديني رينج واحد، بس انا عندي رينجين، واحد ميل وواحد ميل. الميل من 13.8 ل 19.2، والفيميل من 12.1 ل 15.1. احنا غالبا بنقول من 13 ل 19، وفيميل من 12 ل 15. الارقام دي مش هتلاقيها ثابته، هتلاقيها ممكن تبص في مرجع تاني فتلاقيها مختلفه. ده بسبب ايه؟ ده مش غلط والمرجع التاني مش غلط، هي ارقام مختلفه بس متقاربه جدا من بعض، ده مش هتعمل فرق يعني. نرجع تاني للهيموجلوبين. لكن الهيموجلوبين الرينج بتاعه عالي، فطبعا ده هيكون مثلا في جفاف او مشكله فارقه مثلا، ده مثال. لكن واطي هيكون في انيميا، وفي انواع من الانيميا نحددها ازاي هنعرف كمان شويه. بعد كده في حاجه اسمها هيماتوكريت. الهيماتوكريت دي نسبه خلايا في الدم، ليها هنا برضه مدي رينج واحد، مع انها ليها رينجين، فيل وميل. الميل الرينج بتاعي من 40 ل 54 او 55%، انما الفيميل من 36 ل 48%. ده الرينج النورمال رينج للهيماتوكريت. قال لك الرينج ده لو عالي فده احتمال يكون جفاف، لو قليل فده ممكن يكون انيميا. الام اس بي ده خليه اخر حاجه عشان فيه كلام كتير شويه. بعد كده البليت، هو البليت اللي هو الصفائح الدمويه. النورمال رينج بتاعها من 150,000 ل 450,000. لو عالي ده هيعمل لي تجلط، لو قليل ده هيعمل لي نزيف او سيوله. نيجي لاخر حاجه وهي الام سي في. الام سي في ده حجم خلايا الدم، النسبه بتاعته من 80 ل 100. قال لك لو عالي هنا في تقسيمه، يعني انا ده بيحدد لي نوع الانيميا، هل هي انيميا نقص حديد او انيميا نقص فوليك اسيد او فيتامين ب 12. عندي هنا لو لقيت الام سي في اقل من 80، فمعنى كده ان كرات الخلايا الحمراء، حجم الخلايا الحمراء قليل، فسميها مايكروسيتك. مايكروسيتك معنى كده مايكروسيتك، فده كده ان في انيميا نقص حديد. لكن لو حجم الخلايا اعلى من 100 فهسميها ماكروسيتك. سوري، ماكروسيتك. ماكروسيتك ان الخلايا او حجم الخلايا ده كبير، معنى كده ان في انيميا بسبب نقص فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد. حلو الكلام. نيجي لانواع الانيميا. اصلا في كذا نوع من الانيميا، وده هيكون لي فيديو واحد ان شاء الله، بس احنا هنقول اسامي دلوقتي. في نوع بسبب نقص حديد اسمه ايرون ديفيشنسي انيميا. نوع تاني باسمه انيميا نقص فيتامين بي 12 او فوليك اسيد عند الفك.
في نوع انيميا تاني وهو بسبب الامراض المزمنه. نوع انيميا تاني اللي هي اسمها ثلاسيميا او انيميا بحر المتوسط. نوع انيميا تاني اللي هو السكسل انيميا، وده بيكون عيب جيني او اضطراب وراثي. ونوع انيميا اللي هو الهيموليتيك انيميا ده بسبب تكسير كرات الدم الحمراء بنسبه كبيره. وانا بلاستيك انيميا وده بيكون مشكله في النخاع العظام اللي هو اصلا بيصنع لي كل الخلايا دي كلها، في مشكله فيه.